يسعد أوقاتكم، إن شاء الله تكونوا بصحة وسعادة وراحة بال يا رب. شفتوا لي الألوان والجمال؟ تعالوا نحضر مع بعض الفلافل ونفرزها ولمدة سنة وبتتغير طعمتها. أنا بحتاج له كيلو من الحمص الحب، رح انقعه مدة 12 ساعة بعد ما أغسله طبعا. بحتاج لحبة بصل صغيرة، 5 أو 6 أسنان من الثوم حسب حجمهم، ونص جرزة من البقدونس. وهلأ بدي أطحنهم على ماكينة الكبة أو محضرة الطعام. بحط البصل، الحمص، الثوم بشكل، مهم إنه بدي أطحنهم كلياتهم مع بعض. أنا هون بحتاج معلقتين من الكزبرة الحب، رح أطحنهم كمان مع الحمص. رح أضيف عليهم معلقة صغيرة من الكمون، معلقة كبيرة من الملح، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. رح نعمل لهم تحريك على الخفيف ونرجع نطحنهم كمان مرة. أنا طحنتهم هون 3 وجوه، انتو حسب الشفرة عندكم. إذا شفرة الماكينة كتير ناعمة بتكفي وجهين، وإذا الشفرة عندكم مثل عندي خشنة شوي تحتاج 3 وجوه. تماما هيك لازم يكون عندي القوام. وهلأ بجيب أما تبرويرات أو أكياس المونة، وبحط الكمية اللي أنا بحتاجها وحابة إني فرزهم. تمام، أنا هيك فرزتهم، بحتفظ فيهم بالفريزر. وهلأ بدي أضيف معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وربع معلقة صغيرة من كربونات الصوديوم، وهلأ مرحلة القلي. بدي أجيب القالب لكه شوي بالزيت وبعدين لكه بالسمسم حتى يعلق عليه السمسم، وبحط الفلافل بهاي الطريقة. وبرجع بكرر العملية وبقلي الفلافلات. وهلأ هيك بيكونوا صاروا معنا جاهزين. شوفوا اللون ما أحلى. وهيك بنكون وصلنا لنهاية وصفتنا. أنا هون لفيتهم ساندويش وحبيت فرجيكم كيف شكلهم، وهيك قدمت الفلافل على السفرة. هيك وصلنا لنهاية وصفتنا. تضلوا بخير ولا تنسوا تعطوني آرائكم، ومع السلامة.